السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. تعالوا بقى النهارده نعمل احلى همبرجر في البيت بطريقة تحفة. يلا بقى ما نجيبوش تاني من بره. معايا هنا كيلو لحمة مفرومة، معايا كيس من بهارات الهمبرجر، ومعايا بيضاية، ومعايا بيكنج باودر وبصل باودر وتوم باودر. ومعايا هنحط بقى البهارات دي كلها على اللحمة والبيضاية وبصل باودر ومعلقة من التوم الباودر، وهحط معلقة كبيرة من البيكنج باودر. نخلط بقى المكونات دي كده حلوة قوي مع بعض كده. مش قادرة اقولك على الريحة، والله ريحتها جميلة جدا. دخلي بقى المكونات كده والبهارات كلها كده مع بعضها، ولا حطينا بقى ملح ولا اي حاجة. احنا اكتفينا بالكيس الايه الفيجيتار اللي هو بتاع الهمبرجر. بعد ما دعكنا كده اللحمة بالبهارات كلها كده، معايا هنا المكبس. ما عندكيش المكبس ممكن علبة او اي غطا بتاع علبة، ممكن تعمليه على ايدك، سهلة اوي. نفرد بقى حتة كده لحمة حلوة كده، وحاولي تعمليها كبيرة شوية عشان تعملي حساب اللي هي بتكشي حاجة بسيطة. وندوس بقى بالمكبس كده واطلعها. بس عاملة ازاي؟ انضف من بتاع بره بكتير اهو، وسهل جدا ومفيهوش اي افتكاسات. وكيس بقى فوق كيس كده، ونرص بقى الهمبرجر بتاعنا كده، وهنحطه في الفريزر لمدة 10 دقايق يتماسك بس شوية كده. بصي الكمية، نحطه بقى في الفريزر وبعدين نطلعه نعمله مع بعض. معلش انا متعوره بس في صوابعي، معلش. بعد ما حطيناه بقى في الفريزر اهو وتماسك شويه معانا، هجيب بقى طاسه انا حاطه فيها مكعب من الزبده، وهرص بقى ايه الهمبرجر كده واحده واحده، ونقلبه بقى على الوش التاني. بقى عايزه اقول لك ريحته جميله جدا. طبعا المصفى وتحتيها طبق عشان ننزل اي دهون يصفى كده. هنا طبعا انا عامله مقطعه الكايزر ومقطعه الخضار الخس والفلفل والكابوتشا وبصل. التزويق بقى ده بتاعك انت. عايزه بقى تحطي الهمبرجر الاول بتاع، لا انا حطيت الكاتشب وبعدين الخس وبعدين الفلفل والطماطم والهمبرجر. وحط بقى قطعه كده من الجبنه، وعليه كده مايونيز. ده براحتك انت، التزويق ده بتاعك انت. وعليها بقى الكاتشب كده. بذمتك كده مش احلى من بتاع بره بكتير واوفر؟ بس اعمل ازاي سندوتش يفتح النفس كده. شوف بقى هنجيبه بقى من بره لاولادنا بكام؟ لا احنا نعملهم بقى هنا كده في البيت، وما نخليهمش يجيبوا حاجه تاني من بره. ايه رايك بقى؟ يلا بقى جربيه، متنسونيش باللايك والشير، ويا رب الفيديو يكون سهل وسريع على قلبكم يا رب، واشوفكم على الف خير في رعايه الله حبايبي.